أي شيء في الحياة هيأثر عليك وعلى كل حاجة في حياتك، على كل جوانب حياتك حرفيا. أي فيديو بتسمعه على السوشيال ميديا هيأثر عليك تدريجيا واحدة واحدة. ممكن التأثير ده ما يجيش من يوم وليلة، وده أكيد يعني، بس التأثير هيجي على مدى كبير، على مدى تعرضك لهذه الفيديوهات القصيرة الشورتس أيا كان. الأثر هنا بيكون كبير، وأثرها هنا مش بيجي مرة واحدة، بل هو بيجي تدريجيا جدا. والأثر ده أثر كبير جدا، انت بتشوف وبتسمع فأثر كبير جدا على جوانب حياتك كلها. نفسيا انت بتتأثر بأي كلام محبط يقال ليك، وبرضو بتتأثر بأي كلام إيجابي يقال ليك. شغلك، أهدافك، سعيك، إنتاجيتك، أحلامك، كل دي حاجات بتتأثر بطريقة تعامل الأشخاص معاك، طريقة كلامهم، البيئة، الفيديوهات اللي انت بتسمعها، الكتب اللي انت بتقراها، كل الحاجات دي بتتأثر. عقليتك بقى، سواء عقلية ثبات أو عقلية نمو. عقلية نمو ليه؟ عشان هي اتربت على كده، اعتادت على كده. الفيديوهات اللي هي بتسمعها كده، الفيديوهات اللي هي بتسمعها فعلا فيديوهات واقعية بتقول لهذه العقلية اعملي كذا واعملي كذا وانتهز الفرص واستعدي للفرص، عشان أول ما الفرص تيجي تنقضي عليها وتاخديها في أقرب فرصة ممكنة. وليه في عقلية ثبات؟ لأن عقلية الثبات اتربت كده، اتربت إنها تخاف، إنها تكش، إنها تبعد، إنها ما تنتهزش الفرص، وإنها ما تستعدش للفرص أصلا. إنتاجيتك بتتأثر جدا جدا بالمدخلات أو المستقبل، العوامل اللي انت بتستقبلها، يعني سواء بقى عن طريق سمعك للمعلومة لأي شيء، سواء كان تافه أو علمي أو نافع، سواء نظرك ليه، سواء قراءتك ليه، أيا كان. كل دي طرق بتوصلنا لهذه النتيجة اللي هي يعني الوصول إن المستقبل يأثر علينا. بيأثر علينا بإيه؟ بالطرق دي، السمع والنظر والقراءة. تمام؟ طيب، انتاجيتك، عشان انا اقول لك مثلا انتاجيتك كويسة ولا لا، محتاج اعرف عدة عوامل. سرعتك في استيعاب المعلومات قد ايه، وسرعتك في تطبيق المعلومة على ارض الواقع قد ايه اصلا، وتركيزك قد ايه، وانضباطك قد ايه، وتشتتك قد ايه، عشان اعرف ان انت انسان منتج ولا لا. عشان تعرف انت شخص منتج ولا لا، اقيس على ذلك. والله بتسعى، تجتهد، مركز، منضبط، تمام، هتوصل في أقرب وقت ممكن. تمام. لكن إنسان مشتت وشاطر برضو هيوصل، بس في وقت متأخر. الأفضل الإنسان يركز وينضبط، هيوصل في مدة بسيطة. طبعا الإنتاجية برضو والانضباط والتركيز ويعني البعد عن التشتت، كل دي حاجات مربوطة بالمستقبلات اللي انت بتستقبلها، سواء بقى سمع، نظر، قراءة. فلو استقبلت مستقبلات كويسة والله هتأثر على انتاجيتك بالإيجاب، لو استقبلت مستقبلات سيئة هتأثر برضو على انتاجيتك بالسلب. طيب، ايه تاني بيتأثر؟ أخلاقك، حركاتك، كلامك، مشيتك، ولبسك. كل دي حاجات بتتأثر من المستقبلات اللي انت بتستقبلها، او الحاجة اللي انت بتشوفها او بتقلدها. يعني يا منا الحاجات اللي انت بتشوفها في البيئة بتحاول تقلدها لان دي بيئتك يعني، او صحابك اللي انت ماشي معاهم بتحاول تقلدهم، او الناس اللي انت بتسمعهم على السوشيال ميديا بتحاول تقلدهم في حركاتهم، في كلامهم، في مشيتهم، في لبسهم، في أخلاقهم. فبالتالي ماذا لو الناس اللي انت بتسمعها أخلاقها عالية وناس راقية وناس بتحب التعلم والوعي؟ صدقني هينفعوك جدا ساعتها، هينفعوك جدا، وهتكون انت يعني تبعهم كده، خلاص انت بقيت شخص ناجح معاهم. لان شوف، لو انت رحت مع 4 أشخاص مثلا مش شاطرين في الدراسة، مش شاطرين في اي حاجة، هتكون انت الخامس بتاعهم. لو رحت ل4 أشخاص رواد اعمال
هتكون انت الخامس بتاعهم. فبالتالي انت بتستقبل المدخلات دي بتأثر على شخصيتك سواء بالإيجاب أو السلب، بتأثر على جوانب كتير من حياتك أنا ذكرتها في هذا الفيديو. نفسيتك وشغلك وسعيك وإنتاجيتك وأحلامك وعقليتك واستيعابك للمعلومة وتركيزك وانضباطك وحركاتك وكلامك ومشيتك ولبسك، كل دي حاجات بتتأثر بالمدخلات أو بالمستقبل اللي بيدخلك، سواء بقى سمع أو نظر أو قراءة، بتتأثر بكل جوانب حياتك دي. فبالتالي لو انت عرفت تتحكم في جودة المدخلات دي صح، وعرفت تدخل لنفسك فعلا الحاجة اللي انت فعلا هتنفعك، اللي انت واثق ان هي فعلا هتنفعك، هنا هتكون كسبت في الدنيا وفي الآخرة حرفيا. فبالتالي دايما 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 فكر بحكمة، وحط نفسك دايما مع الناس الناجحة، الناس اللي بتسعى، الناس اللي بتجتهد، وحاول دايما تعلي جودة مدخلاتك عن طريق انتقاء الأفكار اللي بتدخل مخك. ليه يا منى؟ لأن أي فكرة بتدخل مخك على طول الفكرة بتتحول لأثر في أفعالك وفي إنتاجيتك وفي استيعابك وفي تركيزك وفي انضباطك وفي مشاعرك وكل حاجة. الفكرة دي على طول، الأفكار اللي بتدخلك دي بسبب المستقبلات دي عن طريق يعني أي حاجة بتدخلك بتحول لأفكار، الأفكار دايركت بتتحول لأفعال. هشرح لك حاجة دلوقتي. لو واحد دخل الامتحان تمام، هو مذاكر والدنيا تمام يعني، وجي يحل اول سؤال كده في الامتحان، معرفش يحل السؤال ده لانه سؤال صعب شوية او ما خدش الفكرة. بالتالي هو بيقول لنفسه ايه بقى؟ انا ما ذاكرتش. فبالتالي المذاكرة دي بتولد جواه ايه؟ شعور كده خوف. الشعور ده على طول اول ما يفكر فيه، الشعور ده بقى دايركت كده المخ بيفرز هرمونات. الهرمونات دي بتحفز على حسب المشاعر اللي داخلالك. هو خايف دلوقتي، مشاعر خوف بقى وتوتر وكذا، فتبدأ تقلق بقى فما تحلش حاجة في الامتحان. كذلك لو الإنسان بقى انتقل أفكار بقى وما وترش نفسه ومفكرش أصلا في المشاعر دي وتجاهلها، المشاعر كأنها منعدمة خالص ومش موجودة. فبالتالي دايما 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 فكر في الحاجة اللي فعلا هتعود عليك بالنفع. انت لما تفكر مثلا ان انت ما حلتش بقى والهرمون التوتر يعلى وما تعرفش تحل خالص، لا، انت ممكن تهدي نفسك خالص، تقول لنفسك عادي السؤال ده خليه في الاخر، خش على السؤال اللي بعديه، هتلاقي نفسك حليت من غير ما تكبر الفكرة ومن غير ما تحفز الهرمونات، هرمون التوتر ايا كان. ودايما حاول تهدي نفسك. اما تهدي نفسك وتقول خلاص انا فعلا انا كويس، انا ذاكرت، هنا فعلا هتهدى. تلاقي مخ دايركت بيفرز هرمونات اللي هي هرمون مثلا السيروتونين، ده هرمون الهدوء والرضا. سبحان الله يعني. دايما اختار، انتقي الافكار اللي بتدخل مخك، انتقي المستقبلات، تحكم في جودة مدخلاتك. يعني ايه؟ يعني مش هي حاجة تدخل مخي، مش هي حاجة ابحث عن، مش هي فيديو اسمع الحاجة اللي فعلا هتفيدني. وقتي غالي، لازم اتحكم في جودة وقتي، لازم وقتي ده اصرفه في حاجة كويسة، انتفع بالحاجة دي، هكذا. حاول دايما 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 تدخل لنفسك حاجة كويسة. احكي لكم حاجة برضو بسيطة كده عن قصة حقيقية حدثت. يعني واحد كان بيسمع فيلم رعب، تمام، وبالتالي طبق كل ما بيسمع الفيلم الرعب ده كتير كتير كتير، عقله خد على الموقف، خد على المشهد، تعود بقى عقله. فطبق الفيلم الرعب ده على ايه؟ على صاحبه. راح قتل صاحبه، عمل فيه يعني قتله، ومش عارفة عوره كتير يعني كما يقال يعني في هذه الحادثة يعني. تمام. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ لان هو استقبل حاجة، استقبل اللي دخله حاجة، تمام، استقبل حاجة اوريدي. الحاجة ديت
في مخه يحولها الأفكار دي هتبقى أثر على كل جوانب حياته بعد كده. تمام. وقد كان يعني هو سمع الفيلم مرة 2 3 طبقه على صاحبه، قتل صاحبه. تمام. والقصة دي كنت سمعها قريب على التيك توك. اوكي، هي عموما يعني حدث واقع، يعني قريب جدا من سنة او حاجة، قريب جدا يعني، بعيد شوية. اوكي طيب، دي معلومة مهمة جدا، وده دليل كبير ان العقل فعلا بيتطبع بالحاجة اللي هو بيسمعها، اللي هو بيستقبلها، وفعلا الحاجة دي بعد كده بتتحول لأثر في كل جوانب حياتنا. فعشان كده أنا بنصحكم إنكم تتحكموا في جودة المدخلات دي، لأنه والله لو الإنسان دخل لنفسه كل شوية حاجة فيها ضرر 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 ضرر، هيتعود عليها وهيكررها مرة في مرة، فهيشوفها طبيعي بعد كده، وهي مش طبيعية إطلاقا. فبالتالي عود دايما نفسك إن أنت تسمع الحاجة النافعة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، واللي تنفع المجتمع وتنفعك انت برضو، واللي تعم على الناس بالسلام والأمن والأمان، هكذا يعني. يبقى الفيديو ده هيغطي حاجة واحدة، هي انك تتحكم في جودة مدخلاتك، ومش اي حاجة تدخلها مخك. ولازم قلل دايما اي محتوى بيسيء ليك او ما بينفعكش، لانه هيأثر عليك حتما يعني. وتخليك عارف إنه كل ما الفكرة كبرت في دماغك كل ما تأثيرها هيزيد على أفعالك. فلو انتقيت الأفكار اللي بتدخل مخك، هنا بس الأثر هيكون حسن وهينفعك وهينفع المجتمع. نهاية، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أنا منى عقاب، السلام عليكم.